السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد الغباشي في فيديو جديد بعد غياب. جهاز الكمبيوتر بتاعي تم اختراقه من هاكر روسي واتسرقت كل حساباتي. يا خرابي يا خرابي. الفيسبوك وقناة اليوتيوب والانستجرام والتيك توك وتويتر، حتى الكواي اللي ما بستخدموش سرق، وكمان التليجرام. تعالوا اقول لكم بسرعة ايه اللي حصل. اشجيني قسم وسمعني. اتبعت لي مؤشر للتداول من واحد على التليجرام، والملف ده كان كام كيلو بايت، صعب يبقى فيه حاجه. عملت له سكان بالانتي فيروس بالديفندر انتي فيروس وكان نضيف، لكن للاسف طلع فيه فيروس الفيديا او رانسوم وير. اول تصرف صحيح عملته، قطعت اتصال الانترنت باللابتوب بتاعي، ودقايق لقيت مبعوت لي اشعار على الموبايل في ايميل بدفع 3000 دولار، يعني بما يوازي بسعر النهارده فوق ال 83,000 جنيه مصري. اذا كان جهاز الكمبيوتر اللي انا شغال عليه ده اقل من كده بكتير. يا دين النبي ايه الحلاوه دي. المهم انا كان قدامي 3 حلول. اول حل ادفع الفلوس، وده من سبع المستحيلات ادفع مبلغ زي ده، وكمان مفيش ضامن. ناس كتير دفعت قبل كده والمجرمين ما كانوش قد كلمتهم وما فكوش التشفير. تاني حل افرمت الهارد بكل شيء عليه، وده هيبقى خسارة وقت ومجهود سنين، وانزل السيستم من جديد مع البرامج. الحل التالت احاول اشيل البرنامج الضار بالادوات المتخصصة لفك التشفير. استخدمت اشهر برامج فك التشفير واللي بتشيل برنامج الفيديا بنسبة 99.9. والله يا عمرو جربت كل البرامج دي ومفيش ولا برنامج نفع فيهم، لدرجة ان الكمبيوتر اشتكى. يعني اعمل ايه اكتر من كده؟ خدوني معاكم طيب. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. كل اداة من الادوات دي جبارة، فكت تشفير ملفات كتير وانقذت ناس كتير من البهدلة، لكن للاسف ما عرفوش يفكوا تشفير ملفاتي. طيب يا سيدي شكرا كفايه. وبعدين استخدمت الادوات دول. وبعدين بحثت على النت على كل أداة ممكن أقدر أوصل لها واستخدمتها. قعدت أشتغل في علاج المشكلة دي لمدة 3 أسابيع بمئات البرامج ومئات المحاولات، وللأسف ما لقيتش حل، لأن النوع ده من التشفير الأحدث والأقوى. يا ولاد الكلب دول بقلشوني. وفي الآخر أخدت القرار الصعب، فرمطت الهارد وضيعت مجهود سنين، لكن قدر الله وما شاء فعل. ربنا يعوض علينا ويخلف علينا. عملت الخطوة دي واكتشفت المصيبة الكبرى، إن المخترق سحب كل حساباتي من البرامج اللي كانت مفتوحة على الويندوز، وغير كل الباسوردات، والأصعب من كده استبدل الإيميلات اللي متوثق بها الحسابات بإيميلات تانية، وحذف أرقام التليفونات اللي كانت مربوطة بالحسابات. طبعا أخدت وقت كبير عشان استرجع حساباتي كلها حساب حساب، وأمنت كل حساب فيهم بأقوى أنواع التأمين المتاحة بالنسبة لي. اتفضل يا جدي. حبيت انقل لكم تجربتي، وحابب انصح نفسي وانصحكم. اعمل نسخة يومية من ملفاتك واستخدم البرنامج ده حتى بيتيح النسخ اللحظي لكل اللي في الهارد. تاني حاجة، أمن كل حساباتك بالتوثيق برقم الموبايل، واللي أهم من كده تعمل المصادقة الثنائية. تالت حاجة، لو عرفت تشتري الفلاشة دي يبقى أنت عديت ليفل الوحش في التأمين، وده أقوى شيء في تأمين ملفاتك. اللهم احفظ زوجاتنا وأولادنا واجعلهم قرة عين لنا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.